السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير وكمان بحبكم كتير في الله. النهاردة يوم جديد بفناجين جديدة وابراج جديدة. النهاردة 5/7 فنجان جديد وحصرية على القناة على صفحة الفيس يا برج الجدي. ارجو منكم لو لسه ما اشتركتوش تشتركوا عشان تكونوا من ضمن اسرتنا، اسرة ام مازن في عالم الروحانيات، وكمان عشان يوصل لكم كل اشعار بكل فنجان ليكم انا بنزله. لو قدرتم ان انتم تعملوا شير او مشاركة للفنجان في اي جروب انتم تعرفوه يبقى كتر الف خيركم. ساعدوني على النشر بالشير الكتير وكمان باللايك يا اصحاب برج الجدي. وعايزه اقول لكم ان بعد ساعه باذن الله هينزل لكم فنجان يخص العاطفه بالتفصيل، وده طبعا بناء لرغبه ناس كتير، يعني انا ما قدرتش ان انا اتاخر عليكم. بصوا حبايبي، انا عايزه اقول لكم على حاجه كمان. يا ريت تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وتتمنوا الخير لنفسكم باذن الله تلاقوه. ونقول بسم الله نتوكل على الله، وبسم الله ما شاء الله. مبدئيا كده فنجانك فاتح وجميل، وفي رموز كتير، يعني في كلام كتير وفي امور كتير بتحصل معاك كتير الفتره دي يا برج الجدي. برج الجدي انت كمان عندك مشاوير كتير من الواضح. تقريبا كل اللي في الفنجان الفتره دي عندكم مشاوير، ممكن تكونوا ابتديتوا من امبارح في المشاوير دي. بعض الطاقات منكم عندكم مشاوير تخص اوراق انتم بتخلصوها الفتره دي. ممكن اوراق شخصيه، يعني مثلا بطاقه او رخصه او اوراق تخص سفر او اوراق تخص شغل. بعض الطاقات منكم عندكم مشاوير تخص مصالح حكوميه انتم رايحينها، ممكن يكون رايح محكمه او انت رايح مصالح تخلص فيها اوراق. فعشان كده ظاهر لي ان في سكه تخص المصالح حكومية انت هتمشي فيها الفترة دي، او بالفعل مشيت فيها يا برج الجدي. برج الجدي انت عندك هنا كمان طريق واسع. الطريق الواسع ده هو فيه على فكرة زي نقلة فيه من بيت لبيت، فمن الواضح ان انت عندك نقلة الفترة دي من بيت لبيت. وده طبعا مش بينطبق على الكل، ده بينطبق على بعض الطاقات منكم. عندكم نقلة لبيت جديد، طريق جديد هتمشوه. شايفة كمان ان في طريق يخص ناس كتير منكم، حاجة انتم هتشتروها، ممكن شخصية، ممكن هتشتري لبس، او ممكن هتجدد في بيتك، هتشتري حاجة في بيتك او هتبدل حاجة في بيتك. بس انتم عندكم امور كتير خاصة عامة بحياتكم، سواء بيتكم او حياتكم الشخصية يا برج الجدي. برج الجدي رغم ان فنجانك فاتح وجميل ورايق وقلت لك ان هو فيه رموز كتير، بس في نفس الوقت انت الفترة دي ممكن تكون بتفكر كتير زيادة عن اللزوم، والتفكير زيادة عن اللزوم بيخليك مش بتنام كويس. التفكير زيادة عن اللزوم بيعمل لك قلق الفترة دي. انا عايزاك تسيبها على ربنا. انا شايفة ان في امور كتير شغلاك، في امور كتير وحاجات كتير عايز تخلصها، وممكن تكون مضغوط الفترة دي في التفكير بسبب الامور دي، وممكن تكون الفترة دي كمان انت تعبان من الامور دي، او هتتعب يا برج الجدي عشان انت هتعمل مشاوير كتير. فخلي بالك من صحتك الفترة دي، خلي بالك من صحتك. احنا اولا دي حاجة خارج الفنجان، يعني احنا الجو بقى حر قوي، فخلي بالكم حاولوا مشاوركم لا اما تعملوها بدري قوي، لا اما يعني تبقى اخر النهار، مع ان المصالح الحكوميه والكلام ده بيبقى بدري قوي. بس خلي بالكم من حته الشمس عشان انتم متعرضين لتعب صحي. على فكره انا عارفه ان انت يعني الفترة دي فترة ممكن تكون صعبة عليك، لان انت مضغوط فيها زي ما قلت لك، وفي امور كتير عايز يعني تعملها او عايز تنفذها عشان بالك يكون مرتاح. بس باذن الله امورك كلها انا شايفة فيها تسهيل، وشايفة هتعدي معاك على خير يا برج الجدي. برج الجدي انت عامة بتسعى للاستقرار الفترة دي، وعايز تستقر، عايز تستقر في بيت جديد، عايز تستقر في حياتك عامة. ممكن تكون بتسعى للارتباط كمان، عايز تستقر، يكون انسان مرتبط ويكون لك بيت وزوجة، سواء انت رجل او مرأة انت بتسعي برضو للاستقرار. بينطبق عليكم الرموز اللي انا شايفاها دي، فبإذن الله هيكون عندكم استقرار وتحسن في كل اموركم بإذن الله.
بس انا طالبه منكم ارجع واقول يعني ايه، اهتموا بصحتكم. الفتره دي ممكن تحس بتعب في عينيك شويه برج الجدي، او تحس بشويه تعب في معدتك. الفتره دي ممكن تروح زياره للدكتور عشان تعب المعده بالذات. شايفه كمان ان في بشره حمل وفي جنين كمان عندكم، فممكن التعب اللي يخص المعده يخص ناس يعني انت حامل وما تعرفيش، بس لما هتروحي للدكتور هتعرفي باذن الله. في بشرة حمل عند ناس كتير منكم باذن الله. بصوا، انا عايزه اقول لكم على حاجه كمان، لان من الواضح ان انتم الفتره دي مش مهتمين باكلكم وشربكم او بصحتكم. من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان انتم ممكن تكونوا بتاكلوا اي اكل وخلاص، او مقضينها اكل من بره مثلا، او ممكن تكونوا انتم بتعملوا رجيم او تابعين حمية غذائية الفترة دي، فمش مهتمين باكلكم ولا بتاخدوا فيتامينات. فعامة انتم محتاجين لفيتامينات على فكرة يا برج الجدي ان انتم تاخدوها الفترة دي. برج الجدي، انا عايزة اقول لك على حاجة. ناس كتير منكم هيفرحوا ببشرة الحمل، لان دي مناسبة تخص ناس كتير منكم كانوا متأخرين اساسا. ماشي. حاجة تانية، أنا شايفة إن فيهم مناسبة أنتم هتتعزموا عليها أو هتحضروها. المناسبة دي لا إما تخصكم أنتم، مناسبة ارتباط، لا إما تخص حد قريب منك، أو ممكن تخص حد من ولادك، عيد ميلاد حد من ولادك الفترة دي. في لمة عائلية أنا عايزة أقول لك عندك، في حد من العيلة ممكن الفترة دي يعزمك، او انت اللي تعزم حد من اهلك. فعامة شايفة الامور دي عندكم كتير، والامور دي على فكرة انتم حابين ان انتم تكونوا يعني متواجدين مع الناس، مع اهلكم. بس خلي بالك يا برج الجدي، لان على قد ما انت هتكون متواجد او متجمع او في لمة عائلية وانت بتحب اهلك يا برج الجدي، بس ممكن تسمع كلام يزعلك الفترة دي او يجرحك. ماشي. فده مبدئيا انا حابه ان انا اقوله لك. مش عارفه، بس هو بص، ده بينطبق على بعض الطاقات. هو في موضوع او عرض هيتعرض عليك الفتره دي. الموضوع ده او العرض ممكن يخص شغل، او يخص سفر، او يخص مقابله، او لقاء مع حد. بس شايفاك انت عامه الفتره دي هتكون متردد شويه. فانا قلت لك سيبها على ربنا امورك، واستخير ربنا. وانت على فكرة الامور اللي مش هتعرف تقرر فيها او تحدد فيها او يكون لك فيها موقف عامة يا برج الجدي، او مش هتعرف تقول فيها رأيك بسرعة، انا شايفاك انت بالفعل هتسيبها على ربنا، تمشي زي ما ربنا عايز. يعني عامة برج الجدي، انا عايزة اقول لك على حاجة. انت عندك انفراجة، والله العظيم في فلوس كتير هتجيلك الفترة اللي جاية. وعايزة اقولك ان انت لو ليك فلوس عند حد الفترة دي انت هتاخد الفلوس دي على فكرة وهتجيلك. لو انت ليك حقوق عند حد بمناسبة المشاوير برضو والسكك اللي شفتها لك في الاول في مصالح حكومية، ممكن يكون ليك انت فلوس تخص نفقة، او فلوس لو ليك عند حد من اهلك، او فلوس كنت مسلفها لحد، او ورث حتى. انا شايفة كل الحقوق دي وكل الفلوس دي انت هتاخدها على خير بإذن الله. عندكم عامة الفترة دي مواضيع كتير كده تخص ماديات او تخص مصروفات انت هتصرفها زيادة عن اللزوم الفترة دي. زي ما قلت لكم ان في ناس عندها نقلة لبيت جديد، او في ناس عندها مشاوير تخص شراء او تخلص اوراق، فكل دي مصاريف انت هتصرفها الفترة دي يا برج الجدي. شايفة كمان ان في موضوع يخص فلوس ما بينك وما بين شخص، يعني في حاجة تخص يعني ايه فلوس انت هتاخدها من شخص او تديها لشخص تساعده بيها او تدعمه. فيما بينكم عامة فلوس، او ممكن تكون شراكة دي. فكلكم عامة مش زي بعض، فكل واحد ياخد اللي بينطبق عليه. خلي بالك بس اهم حاجة من ان انت تتعرض لنصب او تتعرض لاحتيال او تتعرض لسرقة يا برج الجدي الفترة دي. وبقول لك ليه كده؟ لان من الواضح ان في ناس كتير منكم كانوا هيتعرضوا لكده، او بالفعل هم تعرضوا لكده. وممكن تكونوا انتم خسرتوا مبلغ من فلوس
كتير او مبلغ من فلوس كنت انت دافعها في حاجه مثلا يا برج الجدي. فانت عامه يا برج الجدي انت عندك رجوع فلوس ليك، بس ممكن الفلوس اللي راجعه لك دي ما تكونش كامله على فكره، بس انا شايفاك انت هتحمد ربنا ان هي يعني رجعت لك، او ان ربنا الهمك ان انت تتراجع في امر انت دفعت فيه فلوس وما كملتهوش. ممكن يكون شراكه او شغل او حاجه انت قدمت فيها، فمش عارفه. عامه انت عندك موضوع يخص عربيه. بصوا، هو في موضوع يخص انت بتفكر ان انت يعني زي ما قلت لكم في ناس كده كده عندها نقله لبيت جديد، بس في ناس لسه بتفكر او ناويه او جواها ان هي تجيب بيت جديد او شقه جديده، وفي ناس بتفكر او ناويه ان هي تشتري عربيه او تغير عربيه عندها او تبيع عربيه. يعني في امور تخص بيع وشراء عندكم الفتره دي انتم هتكونوا مشغولين بيها. عامه في هدية على فكرة هتجيلك يا برج الجدي، لا اما الهدية دي هتجيلك لا اما هتيجي لحد من ولادك، وعندكم خاتم ارتباط على فكرة. فخاتم الارتباط ده بيرمز لارتباط عند ناس كتير منكم، عندكم دخول شخص جديد في قلب حياتكم، بالذات العزاب بتنطبق عليكم الرموز دي اكتر على فكرة. فانتم عندكم دخول شخص جديد في قلب حياتكم، ربنا هيعوضكم بالشخص ده وهتكونوا منجذبين ليه. وبصوا عايزة اقول لكم الشخص ده يعني هيعوضكم علاقة فاشلة او شخص كان معاكم في علاقة فاشلة، فانتم بالشخص الجديد ده هتنسوا الشخص ده وهتنسوا العلاقة دي. على فكرة الشخص ده هو هيبادلكم شعور انتم كنتم محتاجينه وما كنتمش لاقيينه في الفترة اللي فاتت او في العلاقة اللي انتم كنتم فيها اللي حصل فيها بعد او انفصال. فانت عامة عندك تعويض بدخول شخص جديد في قلب حياتك، عندك تعويض من بعد ظلم ومن بعد صدمة يا برج الجدي في علاقة. أنا عايزة أقول لك كده برج الجدي كمان بعض المنفصلين على فكرة لو انتم كنتم في خصام أو في بعد الفترة اللي فاتت، أنا شايفة أن انتم عندكم رجوع، فده بينطبق على المنفصلين، بمعنى الناس المتجوزة اللي في ما بينها وما بين الشريك طلاق، او في ما بينها وما بين الشريك مشاكل وانفصال وبعد وخصام الفترة دي. شايفة ان انتم عندكم صلح وعندكم يعني رجوع لبعض الفترة دي بإذن الله. بسم الله توكلنا على الله. مش عارفة بس هو في مشكلة تخص حد من اهلك، انت في مشكلة عندك في العيلة. المشكلة دي ممكن يكون اخواتك مع بعض او باباك او مامتك مع اخواتك او انت بقى اللي معاهم، بس في مشكلة عامة هتزعلك يا برج الجدي. فالمشكلة دي هتطلع لك من تحت الارض كده، او كلام هتسمعه هيزعلك يا برج الجدي عامة، بس هي دي حاجة شغلاني من اول ما شفت الرموز. انت هتسمع كلام يجرحك يا برج الجدي عامة من اشخاص قريبين منك وهيزعلوك الفترة دي، يعني خلينا متفقين ماشي، لان الرموز دي بتتكرر عندي. شايفة كمان ان انتم عندكم طريق سفر على فكرة، في طريق سفر، في ممكن مصيف انت هتروحه، زيارة عائلية انت هتروحها، بس انتم عندكم طرق السفر كتير عامة. في كمان سفر على شغل على فكرة، شغل جديد هيتعرض عليك بسفر، وفي ناس عندها فرصة شغل جديدة هتتعرض عليها حلوة قوي يعني في بلدها او في مكانها، بس انت هتاخد وقتك في التفكير، يعني هتاخد وتدي مع نفسك لحد ما ترد يعني في الفرصة دي، يعني ان انت تقبلها او ما تقبلهاش، لان انت من الواضح ان انت في شغل على فكرة، بس ممكن تكون مش مرتاح في الفترة دي. بس عامة مش عايز انت تستعجل وتمشي وتسيب الشغل ده، مش عارفة، بس انت ممكن يكون عندك مشكلة في قلب شغلك يا برج الجدي، والمشكلة دي ضغطاك مع دخول يعني او مثلا معروض عليك عرض جديد، فانت الفترة دي ممكن تكون متردد عامة. بس انا عايزة اقولك على حاجة، انت لو عندك مشاكل في قلب الشغل انت هتحلها على خير وهتعدي معاك بسلام على فكرة، لان انت اساسا يعني بتحب شغلك وفي هدف في قلب شغلك كمان شغال عليه بقالك فترة، بتجتهد فيه بقالك فترة، والهدف ده يمكن انت يعني جاي على نفسك كتير واتبهدلت في شغلك كتير عشان خاطر توصل له، وهتوصل له على فكرة، بس انت عندك حقيقين كتير يا برج الجدي، والله حواليك ناس كتير مش عايزاك توصل للهدف ده، فخلي بالك عامة يا برج الجدي. برج الجدي
بعض الطاقات منكم، واللي انا شايفاه ده مش بينطبق على الكل. انا شايفاكم الفترة دي من الواضح ان انتم مضغوطين قوي، مضغوطين في امور كتير، حاجات كتير ضغطاك نفسيا على فكرة. انت لوحدك يا برج الجدي، محتاج ان حد يسمعك، محتاج ان حد يحس بيك او يحس باللي جواك. انت يا برج الجدي مضغوط وتعبان بس ما بتتكلمش، ومش ظاهر التعب او الضغط اللي انت فيه على شكلك الخارجي. كمان بالعكس، انا شايفاك ان انت شخص كويس جدا، شايفاك ان انت يعني ظاهر ليا ان انت ضحكتك يعني راسمها على طول، يعني راسم ان انت يعني كويس ومفيش حاجة يعني جاية عليك ولا شايل هم حاجة. لكن انت بصراحة من جواك ما يعلم بك الا ربنا، انت مش مرتاح. ارجع واقول شكلك حلو ومهتم بنفسك وبمظهرك وبشكلك من بره وكل حاجة، بس دي يعني حاجة انت رسمها. لكن انت من جواك انت محتاج لحد ان هو يسمع لك، محتاج لحد ان انت تثق فيه اساسا كمان، لان حواليك ناس كتير اساسا انت خلاص وصلت لمرحلة ان انت ما بقيتش تثق فيهم يا برج الجدي. ناس كتير انت عملت معاهم كتير خير، بس للأسف انت لقيت الخير ده العكس، لقيتهم هم بيحرقوا دمك، لقيت ان هم ما يستاهلوش الخير ده، لقيت ان هم مش عايزين لك الراحة ولا مريحينك، لقيت ان هم ما بيعرفوكش غير في مشاكلهم وفي حل مشاكلهم. فانت تعبت، نفسيتك تعبانه الفتره دي. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، باذن الله امورك كلها هتكون بخير، باذن الله هتلاقي اللي يفهمك يا برج الجدي، لان انت الفتره دي مش لاقي حد فاهمك ولا لاقي حد يسمعك. فان شاء الله باذن الله يا برج الجدي امورك كلها هتكون بخير. انت حاول بس ان انت تبعد عن الناس اللي هي بتحرق دمك، وابعد عن الناس اللي هي المصلحجيه اللي ما يهمهاش غير المصلحه اللي هي بتشوفها منك او بتاخدها منك يا برج الجدي. برج الجدي انا عارفه ان انت بتقرر ان انت تبعد عن ناس كتير يعني، بس الناس دي زي ما تكون عامله لك زي سحر، او زي ما تكون الناس دي بتشدك ليها تاني، فغصب عنك انت بترجع لهم تاني على فكره. عامة حاول بقدر يعني المستطاع ان انت تتجنب الناس اللي حواليك. وانت الفترة دي على فكرة فعلا يمكن انت بتفكر ان انت تعزل ناس كتير من حياتك، تخرجهم من حياتك، او انت اللي تعزلهم وتطلع بره حياتهم يا برج الجدي. برج الجدي والله انت ما يعلم بك الا ربنا، ما حدش ولا حاسس بمشاعرك ولا حاسس باللي جواك ولا حاسس ولا يعني مديك حتى اهتمام زي ما انت ما بتهتم بيهم وبمشاعرهم. فانت يعني سيب كل امورك على ربنا يا برج الجدي. مش عارفه اقول لك ايه، بس يعني انا ظاهر لي ان امورك كلها باذن الله هتكون بخير وهتتحسن. انا عايزاكم انتم اهم حاجه تصلوا على رسول الله، لان محمد مذكور عندك او مرسوم عندك رموز كتير باسم محمد في قلب الفنجان، فده ممكن يكون ذكر مطلوب منك. الذكر ده يعني يفتح لك ابواب كتير، فانت صلى على رسول الله كتير. وكمان محمد ده ممكن يكون شخص في قلب حياتك، ده اما هو غالي عليك بس في ما بينكم مشاكل الفترة دي، او في خصام ما بينكم، او الفترة دي انتم مش متفاهمين مع بعض. لما محمد ده ممكن يعني يكون حد من اخواتك او حد من عيالك، بس برضو في مشاكل ما بينكم او في زعل ما بينكم. يعني مش، انا شايفة في زعل كتير مع محمد بصراحة. حبايب قلبي خلي بالكم من نفسكم، بعد ساعة بإذن الله فنجان العاطفة ينزل لكم على خير ومع ألف سلامة.